النهارده انا بشرح لدكاتره زي ما بشرح لطلبه، زي ما بشرح لمهندسين، زي ما بشرح للاعيبه كوره. كل مجموعه من الناس لازم تبقى عارف هتختار ايه بالظبط، تنتقي الفاظك وتنتقي الكونتكست وتنتقي الحيز من الكلام والحيز من الافكار بتوعك عشان يناسبوا المجموعه بتاعتك. يعني النهارده لما بشرح لطلبه فانا ممكن اجيب شويه العاب، لما بشرح لدكاتره فانا لازم اجيب مواضيع علميه معينه يهتموا بيها، لما بشرح لمهندسين فممكن ابتدي بحاجه اتراكتيف ليهم ليها علاقه بالماثماتكس فيبتدي هو يشغل دماغه. لو بشرح لسوفت وير انجينيرز فانا ممكن ابتدي الموضوع ليه علاقه بالابلكيشنز وهي دي الفكره، ان كل مجموعه من الناس ليها طريقه معينه عشان تجذبهم. نرجع تاني لموضوعنا، وهو انك وصلت لمرحله انك 50 60% جذبت الناس، وريت لهم الفيديو. بعديها ممكن تشرح السيكونس بتاعك والترتيب بتاعك للموضوع، انا هبتدي بكذا كذا 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 وهنتهي بكذا، وتبتدي تدخل في البوينت في الثانيه في الثالثه في الرابعه لحد ما تنهي. وانت بتشرح لازم تاخد بالك من بعض الحاجات، وهي ان تون اوف فويس بتاعك، صوتك اولا لازم ولا يكون واطي قوي ولا عالي قوي ولا في النص ولا ثابت. يا عم انت قلت كلام كتير قوي بالراحه علينا. تاني، ما ينفعش يكون واطي قوي، يعني ما ينفعش اتكلم وانا بقول ازيكم عاملين ايه، وما ينفعش يكون عالي قوي واتكلم، ولا ينفع يكون ثابت انا بتكلم عن، لا لازم يطلع وينزل، ويطلع في الحته المهمه وينزل في الحته في نهايه الجمله. ولازم دي حاجه انت تعرفها او تكتسبها، والحاجه دي انا مجرد بس نبهتك ليها، ولكن مش هينفع اديها لك كده زي دواء او برشام اقول لك تعمل ايه بالظبط، لان دي حاجه بتيجي من الخبره. بس خليني اقول لك انك دايما لازم تنوع من التون اوف فويس بتاعك، شويه يطلع شويه ينزل على حسب الوقت بتاعه. تاني حاجه، لازم تخلي بالك من الاي كونتاكت بتاعك. النهارده لو الجمهور بتاعك شايف ان انت باصص للارض وباصص للبورد او للبروجيكتور السكرين اللي قدامك على طول، هم مش هيركز ومش هيهتم وهيعمل حاجه تانية. الاي كونتاكت مهم لان انت بتجبر اللي قدامك ان هو يركز معاك، ولكن مش معنى كده انك تفضل باصص بالنص ساعه لشخص واحد في عينه وانت كده بتحرجه وبتقول ان انت كده بتزنقه في حته معينه ان هو مش عارف يعمل اي حاجه تاني غير انه يبص في عينك. لا، انت لازم تحدد اماكن معينه في الاوضه بتاعتك او الصاله بتاعتك او المسرح بتاعك